الرياضيات. وما أدراك ما الرياضيات. مين الحمار ابن الكلب اللي اخترع رياضيات أو إشي اسمه ماث؟ كيف أصلا كيف تخترع؟ اللي علينا نتعلمه كيف نزيد ونطرح. أي شيء غير هيك هذا صار تخلف. إيش اللي يفتح قوس 500,000 400 زائد 4 فوق 5 إيه في القوس إيه لعن أبوك. المشكلة مش هون، المشكلة لما تيجي تمتحن وتقرأ أول سؤال: أحمد اشترى 5 تفاحات، فكم وزن الشمس؟ ريت يوقع الشمس على وجهك يا أحمد يا ابن الكلبة. بالعقل. هذا ايش حيفيدني في حياتي هذا؟ وهذا مش كتاب، هذا كتاب اخوي الصغير. هذا ايش حيعمل هذا؟ ايش حيفيدونا هدول؟ ايش حيفيدوا امي؟ ايش حيفيدوا امي؟ الكاشير اللي هو كل يومه تي 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 بيحسبه بيطرح. انا بستعمل على الخرا. لا تقع امي تخلف وجنان. بس الرياضيات في لسه الفيزياء اللي هو تخلف اكثر، اللي هو بس ماث. الرياضيات اخرى، بتعرف الرياضيات بس اخرى. نيوتن جالسا تحت شجرة أسقطت تفاحة على دماغ أمه، وريتها كان قاعد فيل مش تفاحة يلعن أبوك. نيوتن يا حيوان يا ابن الكلبة، وقعت على راسك تفاحة، يا أخي كلها، يا أخي اعملها معسل ورقل، يا أخي اعمل مش خرم مشكل يا زلمة، حل عنك. لا كيف ياكلها؟ لماذا سقطت التفاحة؟ لأنه أمك ساقطة، يا ساقط يا كلب يا حيوان، بس بدك تبلش جيل قدام يا كلب يا وهذا بس الحيوان نيوتن. في فيثاغورس باء يساوي ألف امك بكف هلا ارن صباحك يا زلمه. فكوا عنا يا اخي، روحوا سووا. قال لك رياضيات وتخلف، بس تيجي تحل في الامتحان بقول لك حل المشكله الاتي. انا عارف احل مشاكلي يا زلمه، انا عارف افضل نفسي عشان افضل امك. فك عني يا اخي. اذا الف يساوي باء اجد سين، اجد سنك بعد ما اشمطك بوكس العن ابوك. والله لعن ابوك يا كلب.